السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهارده جاي وجايب لكم فيديو حلو جدا جدا كله دروس مستفادة. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهارده، بس ما تنسوش لايك للفيديو وشير عشان الكل يستفيد، واللي ما اشتركش في قناتي شرفني جدا الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. قلت لكم ان انا مريت في رمضان بتجربه صعبه جدا جدا، وكمان قلت لكم ان انا هطلع احكي لكم عليها واقول لكم على الدروس المستفاده منها. متعودين مني اني لما بيكون في تجربه شخصيه مريت بيها في حياتي فيها دروس مستفاده هتفيد الناس، عشان كده بنشرها وبحكيها لكم. والتجربه المره دي غير كل التجارب، تجربه فيها فعلا معجزات، حاجات حلوه قوي قوي حصلت، ومهم جدا جدا اني انا احكيها لكم عشان تستفادوا منها. يلا بينا نبدأ حكايتنا ابتدت في أول رمضان. ابتديت أخش رمضان بكل سعادة وطاقة إيجابية، زينة، وصورت لكم زينة المطبخ بتاعة رمضان، فنفس رمضان فرحة وسعادة مش قادرة أقول لكم. مفيش حد تعبان، مفيش حد زعلان، الحمد لله رب العالمين. كنت داخلة رمضان بطاقة إيجابية حلوة جدا جدا. يوم 2 3 من رمضان تقريبا 4 رمضان حصلت حكايتنا. ابني نزل عادي يروح الامتحان بتاعه، كان عنده امتحان. جوزي نايم لانه في رمضان ما بيصحاش بدري. حياه رمضانيه زي اي يوم، وانا بحضر بقى في اكلي وفي عصايري الورد القراني بتاعي، مفيش اي حاجه، الدنيا ماشيه تمام خالص. الاقي ابني بيتصل بيا بيقول لي يا ماما السكه كانت زحمه جدا جدا وانا ما حضرتش الامتحان، خلي بابا ينزل يعمل شهاده مرضيه انه كان تعبان اليوم ده علشان يعيدوا لي الامتحان وما اطلعش بالماده دي. طبعا ان انا اصحي جوزي في رمضان بدري او في وقت هو مش متعود يقوم فيه، كلكم طبعا عارفين. فابتديت واحده واحده اصحي جوزي واقول له ان ابني ما لحقش الامتحان، وانزل اعمل شهاده مرضيه، اكشف على اي حاجه عاديه خالص واعمل شهاده مرضيه، علشان تثبت انك في نفس اليوم وفي نفس الوقت وفي نفس التاريخ كنت تعبان. طبعا جوزي اتعصب جدا، وكان المفروض نزل بدري، وابنك ما نزلش بدري ليه وليه اتاخر، زي اي اب عادي. تمام. ابني اتصل بيا تاني وقول لي يا ماما بسرعه بسرعه لازم بابا ينزل دلوقتي في نفس الميعاد ده علشان يكون بنفس التاريخ وبنفس التوقيت. بالله عليك يا ماما صحي دلوقتي قولي له. اروح تاني لجوزي، يلا معلش انزل، لا مش هنزل. المهم والله انا بحكي لكم بالتفاصيل عشان تشوفوا معجزه ربنا. المهم ان جوزي قام من النوم ونزل علشان يعمل لابني الشهاده المرضيه، ان هو كان تعبان في الوقت ده، عشان كده ابنه اتاخر ويقدم الورق ده ويعيدوا له الماده بتاعته وما يشيلش الماده دي. تمام تمام. ابتديت انا اشوف بقى افطاري، وابتدى بابا يركب العربيه ويطلع عشان يروح اي مستشفى يكشف على اي حاجه ويعمل الشهاده المرضيه. لحد كده مفيش اي مشكله. اتصل ببابا او هو اللي اتصل بيا، اقول له خلاص خلصت الشهاده المرضيه، يقول لي الشهاده المرضيه في جيبي وانا خلصتها، بس انا هتحجز في العنايه المركزه. ازاي؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ قال لي انا عندي شريان في قلبي مسدود 100%، ولما كنتش دخلت المستشفى في الوقت ده انا كان حصل لي جلطه. حاجه بجد معجزه بكل المقاييس، حاجه غريبه جدا. طب ايه اللي حصل؟ قال انا دخلت للدكتور، قلت له انا مش هكدب عليك، احنا في رمضان، انا ابني اتاخر على الامتحان وانا عايز شهاده مرضيه علشان يرضوا انهم يعيدوا له الامتحان وما يشيلش الماده. ولا اقول لك اكشف لي على قلبي، انا بتجيني شكه كده في قلبي من وقت للتاني، وبيكشف عادي جدا، يعني على اساس بقى يديله برشامات حاجه بسيطه وخلاص. فالدكتور بيكشف اتفاجئ ان الشريان مسدود بنسبه 100%. قال له انت عايش ازاي؟ انت المفروض حالا دلوقتي تحصل لك جلطه، انت لازم تفطر دلوقتي تاخد برشام سيوله وتطلع عنايه مركزه. قال له ازاي؟ انا مش هفطر. لا مش هفطر، مش ممكن. قال له والله العظيم الشريان مسدود 100%، وانت لو ما كنتش جيت دلوقتي كانت حصلت لك جلطه. سبحان الله. يعني انا ابني لما اتصل بيا وقال لي ان انا ما لحقتش الامتحان زعلت جدا جدا، يا ريته كان نزل بدري، يا ريته كان لحق الامتحان. طب ما احنا ممكن نعمل شهاده مرضيه وما يلحقش. لكن فعلا كل حاجه اتقالت في ديننا وفي احاديثنا النبويه صحيحه جدا. عسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم. مش اي حاجه وحشه تيجي في حياتنا بتبقى وحشه. يا عالم هي حصلت ليه وعشان ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى اخر ابني في الامتحان عشان يتصل بيا ويقول لي قوم يا ماما خلي بابا يعمل لي شهاده مرضيه عشان بابا ينزل المستشفى ويكتشف قبل ما تحصل الجلطه بدقايق بدقايق. سبحان الله.
ولولا انه نزل المستشفى في الوقت ده كان حصلت له جلطه. الدكتور قال له من دلوقتي لحد الفجر في اي لحظه كان ممكن يحصل لك جلطه، عشان كده كانوا عايزين يحجزوه عنايه مركزه، وهو رفض انه يتحجز عنايه مركزه، وقال له لازم اروح ولادي هيقلقوا عليا. وطبعا بعدها ابتدينا نعمل تحاليل ونشوف الموضوع فين. ولكن اللحظه اللي نزل فيها جوزي المستشفى هي دي اللي انا واقفه عندها، ان ابني يتاخر وان انا اصحي جوزي عشان يعمل شهاده مرضيه، وربنا عامل كل ده علشان ربنا يلحقه من الجلطه اللي هتحصل له. ايه الدروس المستفاده من اللي انا بحكيه لكم ده، او ليه طالعه احكيه لكم؟ عشان تستفادوا من الدروس المستفاده. ربنا لو عايز ينجيك هينجيك. لو انت في نص البحر غرقان وربنا سبحانه وتعالى عايز ينجيك هينجيك. لو انت وسط الحريق وربنا عايز ينجيك هينجيك. محدش يقول احنا لو كنا اتأخرنا، لو كنا بس طلعنا بدري شوية كنا لحقناه. لا، هو ربنا مش رايد له خلاص يكمل. محدش يقول لو كنا رحنا للدكتور الفلاني كان احسن ما كنا رحنا للدكتور التاني. لا، لو ربنا عايز يمشي لك الطريق ده كان مشاهولك. ليه جوزي حصل معاه كده؟ ليه ربنا عطل ابنه في الامتحان وخلاه ينزل ويلحق نفسه عشان ما تحصلش الجلطة؟ ليه؟ يمكن يكون عمل صغير جدا 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 ربنا شايله له عنده، مش يمكن، ده اكيد. انا جوزي عنده استعداد يركن العربية واحنا ماشيين في الطريق، لو في واحد بيشيل حاجة ينزل يرفعها معاه. بيحب جدا 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 يساعد الناس، بيحب الخير للناس جدا، عمره ما قابل السيئة بالسيئة، طول عمره يقابل السيئة بالحسنة. عمل واحد عمله قعد له في يوم زي ده. عشان كده عايزة اقول لكم، اللي بيعمل الخير مع اهله، مع قرايبه، مع اصحابه، مع جيرانه، ما يندمش. مفيش حاجة بتروح. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. الآية دي انا بحبها جدا جدا. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اتقي ربنا، ربنا هيجعل لك مخرج. اللي بيعمل خير ربنا بيقعده له، ولو ما لقاهوش هو في حياته هيلاقيه في ولاده، ولو ما لقاهوش دنيا هيلاقيه اخره. اوعوا تعملوا الخير وتزعلوا، اوعوا تقولوا احنا عملنا وما تمرش في حد. ربنا بيبقى شايله، ربنا بيبقى مخليه، ربنا بيبقى شايل لك الخير في يوم زي ده. كن مع الله يكون الله معك. لو كان معاك ربنا انت ملكت الكون بحاله، ولو مش معاك ربنا فانت ما ملكتش اي شيء حتى لو معاك كل شيء. ربنا كريم قوي 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 وعطاؤه فوق ما تتخيلوا. اعمل الخير وانسى، بس ربنا مش بينسى، وحتى لو الناس نسيت ربنا مش بينسى. اتق الله في كل شيء في حياتك وربنا هيجازيك، في أولاد صالحين، في زوجة صالحة، في حياة مستقرة، في شغل كويس. مفيش حاجة بتروح. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. الآية دي أنا بحبها جدا جدا جدا، لأن أنا حسيتها في حاجات كتير قوي في حياتي. بابا الله يرحمه ويغفر له ويرزقه الفردوس الأعلى بذل كل ما في جهده لولاده، في كل ما في وسعه عمله لولاده. أحسن تربية وأحسن تعليم، أحسن كليات. وولاده لحد اللحظة دي بيبعتوا له خير كتير جدا جدا جدا. أقعد أبص للسماء وأقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لو ما كانش عمل خير ما كانش ربنا بعت له الخير ده دنيا وآخرة. هو مش موجود في الدنيا، ولكن ربنا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا جعل حبه في قلب ولاده عشان يبعتوا له خير، وخير كتير قوي قوي قوي. ربنا يا رب يا بابا يجازيك عننا كل الخير يا رب العالمين. اي حاجة بتعملها، لو اكلت قطة، لو اكلت كلب، لو ربيت ولادك كويس، لو صرفت عليهم كويس، لو جهدت عشان تطلعهم ناس كويسة، اعلم ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. ربنا هيكون في ظهرك ومعاك. لو في اخر الدنيا هيقف جنبك. لا سند الا الله، لا سند الا الله. خليك عندك دايما ثقة وحسن ظن بالله ان ربنا هو مالك الملكوت، ولو قادر ينجيك هينجيك، لو عايز ينجيك هينجيك، هو قادر انه ينجيك. ولو مش عايز ينجيك مش هينجيك. فقط بس اتق الله، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. استفادوا من الموقف ده. انت الراجل في بيته ونايم كويس ما بيشتكيش من حاجة، ربنا عطل ابنه في الامتحان،
علشان ابنه يتصل بيه يقول له بابا انزل اعمل لي شهاده مرضيه، عشان ينزل يعمله شهاده مرضيه فيلاقي ان عنده مشكله. لو ما كانش نزل في الوقت ده في اللحظه دي كان حصل له جلطه. وطبعا كلكم عارفين ان الجلطه كل ما بنجري فيها بدري بيكون احسن، وان الابتلاء كان كبير جدا وشديد جدا، بس ربنا سبحانه وتعالى خففه ليه؟ لعل عمل صالح يكون طلع من القلب ووصل لله سبحانه وتعالى. وهقول لكم قبل ما اقفل، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.